شيلها وذبها بالشطل وغير مكانها، افضل شيء تغيير المكان. نعم. يعني جغرافيا الفلوجه ضررها على العراق اكثر من منفعتها. شلون ضررها على العراق؟ قاعدين على الطريق السريع يطلعون حاشاكم السرسريه يسلبون يخطفون ينهبون يقتلون. وداعش هسه كيلو اللحم بالفلوجه ب 5000 بغير مكان ب 14000. يبوقون مال العالم ويبيعون ويضحكون على الناس ضحك. يعني تقصد داعش؟ داعش هم متحكمين بالوضع. نعم. كله. واكو ناس هذول يصفقون لهم ايه والله اهلا بيكم. عيب والله كل الجو لا حد يحتج على يموتون مدنيين جوا نهائيا. اولا بالفلوجه اكو اطباء فرنسيين وانجليز من غير دول داعشيين جاي يعالجون جرحى داعش، ولو انضرب المستشفى وماتوا به مدنيين. نعم. المدني والخوش ادم والمحترم نفسه يسحب نفسه عن اسلوب داعش واخلاق داعش. نعم. ومثل ما سحبت هاي الناس الطيبه اللي لا حول ولا قوه. نعم. والله ما ظلوا بس الدواعش جوا. يعني هسه بس الدواعش؟ والمفروض ينضربون بكيمياوي، والمفروض استاذ صباح يتبنى مشروع ضربتهم بالكيمياوي. لا والله صحيح. لا شوف نعم. يعني والله هاي الحقيقه الموجوده على جاوبوا على هذا السؤال. لا انا اعترض ذولا بيهم قسم من الدواعش على اطراف المدينه. دور عليه يعني انت اهلك إيه وناسك شوف اذا موجودين هنا بيناتهم ما موجودين. الفلوجه تقريبا تمثل 600,000 نسمه يعني غالبيتها ناس فقراء وعايشه ما عندها يقول لك فقراء وناس عايشه يعني واللي يصفقون للمعدوم ويهوسون ومظاهراتهم ما وتأييداتهم. علينا بالدواعش. وجوامعهم المحاكم هذول تنظيمات ارهابيه. شيخنا الفاضل التنظيمات الارهابيه نقدر احنا نختصها والقضاء موجود. هسه شلون تقدر تفرزن بين الارهابي ومو ارهابي؟ هاي بعد خل تدخل القوات الامنيه. شلون راح تقدر؟ هسه خل تدخل القوات الامنيه عندنا هسه قتال من يقدر تقدر تخلي منطقه عائله تعيش بمعروف قتال اذا مو هي وياهم. هسه الفلوجه يقولوا لك احنا نعرف كل واحد بداعش ومن اللي صار بداعش. اي الفلوجه اللي بالداخل؟ بالداخل نعم. خلي يطلعون يخلون بس داعش. وين خلي يلا خلي يطلعون يلا حالهم حال الناس. شوفوا لهم مسكن ما عندنا مكان. هسه الناس طلعت بدها مساكين. نعم. ما عندها. هسه